السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار أقرأها على حضراتكم من الفضائية الإريترية، أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. ورشة عمل لمكافحة التصحر. تنظيم برامج مختلفة تمجيدا ليوم الشهداء في العاصمة أسمرة. الكونفدرالية الوطنية للعمال تنظم فعاليات بمناسبة يوم الشهداء. في الأنباء العالمية، الكرملين ينتقد تمسك إسرائيل بالحل العسكري ويحذر من تصعيد أوسع. أوروبا تسعى لفرض حظر كامل على واردات الغاز الروسي. ثوران بركان في بالي وإلغاء 20 رحلة جوية. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. نظمت وزارة الزراعة ورشة عمل في العاصمة أسمرة في 17 من يونيو بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف تحت شعار شاركوا للتشجير. وشارك في الورشة مسؤولون وخبراء من وزارة الزراعة والأراضي والمياه والبيئة وسلطة الغابات والحياة البرية ومؤسسات التعليم العالي وممثلون عن شركاء العمل والاتحادات والمزارعين. وأوضح المدير العام لقسم الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة سيسمر أملسوم في الورشة بأن الجفاف والتصحر يسهم في التغيير المناخي وتراجع التنوع البيولوجي والفقر والهجرة القسرية والصراع في استخدام الأراضي الخصبة والمياه. لذلك من الضروري التغلب على هذه التحديات وخلق فرص تنمية واسعة. وقدمت في الورشة التي صحبتها مناقشة مشتركة وعرض فيديو أوراق عمل حول جاهزية إريتريا وتجربتها في مكافحة التصحر والجفاف ونظام استخدام الأراضي ومعايير الحفاظ على الأراضي المجدبة وتخصيبها ودور التشجير في إحياء الأراضي وتقييم الأثر البيئي في المناطق الزراعية وأوراق أخرى قدمها الخبراء. وأوصت الورشة على تشجيع وتعزيز الحفاظ على التربة والحرص على منع تدمير الغابات الطبيعية وتعزيز الحماية وإعطاء المواقع الثقافية والتراثية عناية خاصة وإعداد خطة وطنية للتنمية الشاملة للتطور المشترك في استخدام الأراضي والعمل معا لإنجاح الخطة الاستراتيجية الخمسية المعنية بتأمين الغذاء المغذي للجميع في كل مكان. تم تنظيم فعاليات مختلفة بالعاصمة أسمرة من 16 وحتى 18 من يونيو تمجيدا ليوم الشهداء الوطني 20 من يونيو. وقام أعضاء جمعية الدفعة الأولى من الخدمة الوطنية وأعضاء جمعية ملاك سيارات الأجرة بمسيرة من بيت قرقيش وصولا إلى مايدن منت وتقديم محتويات فنية تذكر بتمجيد الشهداء. وأشاد قائد الأركان بوزارة الدفاع الفريق فيليبوس والدي يوهانس بالمبادرة التي يقوم بها أعضاء الجمعية في دعم الأجيال الجديدة لتترعرع على خطة وطنية بالتنسيق مع إدارة الإقليم الأوسط ووزارة التعليم. وأعرب مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية العقيد كنفهب توم بدوره عن أمله لقيام جميع الجمعيات المهنية والخدمية والاجتماعية على الامتثال بأنشطة ملاك سيارات الأجرة الوطني. ثم وصل أعضاء ملاك سيارات الأجرة المسيرة بالسير على الشوارع الرئيسية بأسمرة حتى وصلوا إلى بنك الدم ليتبرعوا بالدم للمرة 13 بشكل منظم. وفي غضون ذلك قدم موظفو فرع الصحة بالإقليم الأوسط مساعدات مالية بمبلغ 1500 نقفة ل60 أسرة شهيد. كما قام موظفو الجمارك فرع فروبيا بتقديم 1000 نقفة لكل من 17 من أسر الشهداء ضمن برامج ذكرى يوم الشهداء لهذا العام. وقام موظفو وزارة الإعلام في 16 من يونيو وأعضاء مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الأوسط في 17 من يونيو بتنظيم برنامج ذكرى لبطولات شهدائنا الأبرار. تضمنت البرامج التي نظمت بمختلف المؤسسات محتويات أدبية مثل الشعر والتمثيليات والأغاني الوطنية وتعريف الأحداث التاريخية التي تطلبت إلى بطولات وطنية. نظمت الكونفدرالية الوطنية للعمال فعالية بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء شملت نفيرا في مقبرة الشهداء وحفل تأبين وأنشطة إعانة أسر الشهداء في 17 من يونيو. شارك في نفير مقبرة الشهداء 160 من العمال من 43 نقابة والمكتب المركزي للكونفدرالية. وفي حفل التأبين المنظم بعد الظهر ألقيت قصائد وأغاني وخواطر تجسد مضمون 20 من يونيو والتضحيات وقدم الدعم لأسر الشهداء.
الشهداء. وأوضح مسؤول قسم الإدارة والمالية في الكونفدرالية الوطنية للعمال السيد تسفاي قرماي إن إحياء ذكرى 20 من يونيو هو تذكير لتجديد التزامنا مع التفكير في الثمن الباهظ الذي دفعناه، مشيرا إلى تقديم تبرع ل8 أسر من الشهداء بموجب قرار أكثر من 70 عضوا في المقر الرئيسي للتبرع لصندوق أمانة الشهداء. كما قدمت الكونفدرالية الوطنية للعمال رداء الشرف ومبلغ 5000 نقفة لكل من أسر الشهداء التي شاركت في حفل التأبين. نظمت الجمعية التعاونية لمناضلي الفرقة العسكرية 25 سابقا برنامجا في 17 من يونيو في قمة مسحليت التاريخية بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وتم التوضيح في البرنامج الذي حضره عدد من أعضاء الجمعية وتنظيم المرأة الشابة العاملة أن الهدف من البرنامج هو تشجيع برامج التنمية من خلال نقل التاريخ، لأن الأماكن التي شهدت البطولات هي جزء من تاريخنا المميز. تضمن البرنامج أنشطة تنافير وفعالية توريث من المشاركين في عملية كمين قمة مسحليت. وشرح الأعضاء بأن الفرقة العسكرية 52 كانت معركة حياة وموت ضارية مع العدو في قمة مسحليت في ختام عملية نادو التي استمرت من 17 إلى 19 من مارس من عام 1988، والانتصار الذي تحقق. تقع قمة مسحليت على بعد 30 كيلومترا شمال مدينة كرم. أعلن مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر بأنه سيتم توزيع أكثر من 1,100,000 نقفة تبرع بها المواطنون وموظفو الحكومات والاتحادات على أسر الشهداء في الإقليم بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وأوضح مسؤول الشؤون التنظيمية في المكتب السيد أحمد عبد القادر بأن المساعدات ستوزع على 205 من الأسر في 9 مديريات حددتها الإدارات. وأضاف أنه سيتم أيضا تقديم الدعم العضلي لأسر الشهداء العاملين في الأنشطة الزراعية والعمل على دراسة مشاكل أسر الشهداء وإيجاد حلول مستدامة لها بالتنسيق مع شركاء العمل. وأشاد السيد أحمد بمساهمة وزارة العمل والضمان الاجتماعي بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات المحلية لإنجاح البرنامج. تشير وثائق مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بتبرع عمال المؤسسات العامة والأفراد بنحو 5.6 مليون نقفة بشكل مباشر، في حين تم التبرع بنحو 700,000 نقفة من الشعب لصندوق أمانة الشهداء. قام أعضاء جمعية المقاتلين القدامى في الفرقة 70 و16 ومفوضية كرة القدم بإقليم شمال البحر الأحمر بإقليم القاشبركة بأعمال نفير قاموا بها بتنظيف مقابر الشهداء ببارونتو بمشاركة أكثر من 260 رياضي. وأعرب المشاركون عن اعتزازهم وفخرهم لانتمائهم بالوطن الذي يمجد بدماء الشهداء الذين وهبوا أرواحهم فداء للوطن، مؤكدين أن 20 من يونيو هو يوم يذكرون فيه أبطال البلاد الأبرار، مجددين عهدهم الدائم للتقدم بالبلاد نحو التنمية والتطور المنشود. وقام أعضاء الفرق الرياضية بمديرية قلوج بأعمال مماثلة شارك فيها 180 رياضيا بحسب الأنباء الواردة. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، وجه الكرملين انتقادات جديدة لإسرائيل وقال إنها لا ترغب في اتباع مسار سياسي لتسوية الصراع القائم. وصعدت موسكو من لهجة تحذيرها حول تفاقم خطورة الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وتوقعت تدهور الموقف نحو تصعيد أسوأ، لكنها في الوقت ذاته جددت التأكيد على استعدادها لبذل جهود للوساطة بين إسرائيل وإيران. وكانت موسكو قد انتقدت بقوة منذ اليوم الأول للهجوم الإسرائيلي على إيران، ووصفته بأنه غير مقبول بشكل قاطع. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف موقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي وعدة مواقع لتصنيع الأسلحة ضمن سلسلة غارات نفذها على محيط طهران خلال الساعات الماضية. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الموجة العاشرة من عمليات الوعد الصادق الثالثة تم التخطيط لها وتنفيذها لاستهداف القواعد الجوية التي انطلقت منها هجمات إسرائيل على إيران.
تسعى المفوضية الأوروبية لفرض حظر كامل على واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2027، وتعتزم عرض مقترح بشأن كيفية القيام بذلك. وقد يتضمن المقترح استخدام قانون التجارة بالاتحاد الأوروبي، حيث أنه من غير المرجح نجاح فرض حظر على الواردات من خلال العقوبات، لأن ذلك يتطلب قرارا بالإجماع من جانب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وتعارض هنغاريا مثل هذه الجهود. وكانت المفوضية قد قالت إن إمدادات الغاز الروسي مثلت أقل من 19% من جميع الواردات خلال عام 2024. وجاء في بيان المفوضية لذلك هناك حاجة لمزيد من التحركات المنسقة، حيث أن اعتماد الاتحاد الأوروبي الزائد على واردات الطاقة الروسية يمثل تهديدا أمنيا. وقد تراجعت الواردات الروسية إجمالا للكتلة الأوروبية من نحو 163.6 مليار يورو خلال عام 2021 إلى 36 مليار يورو خلال عام 2024. ألغيت 20 رحلة جوية على الأقل من جزيرة بالي الإندونيسية وإليها وفقا للسلطات ولمطارها بعد ثوران بركان في شرق الأرخبيل أدى إلى إطلاق سحابة من الرماد وصل ارتفاعها إلى 10 كيلومترات. وأثار بركان جبل ليتوبي لاكي البالغ ارتفاعه 1584 مترا في جزيرة فروليس السياحية، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى. وأفاد الموقع الإلكتروني لمطار بالي بأن الرحلات الملغاة شملت رحلات تابعة لشركتي جيت ستار وفيرجين أستراليا إلى مدن في أنحاء أستراليا، كما ألغت شركات إير إنديا وإير نيوزيلاند وتايجر آير السنغافورية وجونيا وإيرلاينز الصينية رحلاتها بسبب البركان. في النبأ الأخير اضطرت السلطات الألمانية لإخلاء 6500 منزل في مدينة أوسنابورغ من أجل إبطال قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية. وجاء في بيان لسلطات المدينة تم إبطال مفعول القنبلة والمفجر، الوضع آمن يمكن للجميع العودة إلى منازلهم. وتسببت عملية إبطال مفعول القنبلة أيضا في إغلاق محطة القطارات الرئيسية في المدينة، وبالتالي توقفت حركة القطارات منها وإليها بشكل كامل. وعثر على القنبلة غير المنفجرة أثناء أعمال بناء في حي لوكتفير بالمدينة، وقررت السلطات إخلاء المناطق المجاورة فورا، وأبلغت السكان أن عملية إبطال مفعول القنبلة ضروري لدرء الخطر. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. ورشة عمل لمكافحة التصحر. تنظيم برامج مختلفة تمجيدا ليوم الشهداء في العاصمة أسمرة. الكونفدرالية الوطنية للعمال تنظم فعاليات بمناسبة يوم الشهداء. الكرملين ينتقد تمسك إسرائيل بالحل العسكري ويحذر من تصعيد أوسع. أوروبا تسعى لفرض حظر كامل على واردات الغاز الروسي. ثوران بركان في بالي وإلغاء 20 رحلة جوية. سيداتي سادتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشر قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في الختام إليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، نستودعكم الله، إلى اللقاء.